اسمع اسمع. اوه العلقه بره، هيكتم الصوت دلوقتي. استنى استنى، هيكتم الصوت. كتم الصوت. اه بص، بدأ جمهور الزمالك يروح الناحيه الثانيه عشان بدأوا يسمعوا اوه العلقه بره. هنا بقى انا هوطي لك وتركز معايا كويس. ده شيء يبسط ويحزن عشان نتكلم بما يرضي الله. سيبك بس، هنيجي لقصه الاحتواء وضربه الجزاء. الماتش شغال اهو. ايه اللي يبسط؟ ان انا كراجل اهلاوي احنا براءه، احنا كل ماتش كل فتره كبيره او صغيره بنسبه ان احنا براءه. هتلاقي بس الزملكاوي العيل اللي هو ايه مواليد 2008 و2004 و2002 والعيال لسه طالعه جديده، العيال الصغيره ديت، يقول لك ما بتلعبوش في اسماعيليه ليه؟ مع انه لو يعرف ان احنا بنروح اسماعيليه ندكهم بالستات والخمسات والسبعات والاربعات وخدوا كل حاجه. لازم يعرفوا ان المشكله عندهم، هم رفعوا يافطه. اليافطه دي طبعا الكلمه المخرج بصراحه يحترم، مش هكدب عليك عشان نتكلم على نبذه التعصب. المخرج يحترم انه ما جابش تحت، هو جاب اللقطه وبعد كده اول ما قرا الجمله كلنا قريناها. الفارس الكذاب قام شايل اليافطه. كانت اليافطه اللي انت شايفها دي هتلاقيها ابيض وخطين حمر زمالك، كانوا كاتبين تحتها الفارس الكذاب. طب احنا عايزين نرجع جمهور، عايزين تبقى الدنيا تبقى زي الفل ومانجا. وطبيعي لما جمهور الزمالك شاف الفارس الكذاب قام جمهور الزمالك رد عليهم ومديهم الطريحه. ما انت مستني ايه؟ ده خد بالك مش دفاعا عن الزملكاوي، لا، ده اخويا وده اخويا يا ابني. المفروض ان احنا كلنا مصريين، مش هقول لك الزملكاوي اخويا والاسماعيلاوي لا. اي نعم اكتر جمهور مريض في مصر هم وبتوع بورسعيد، ربنا يحفظنا من مرضهم يعني، لكن كلنا المفروض اخوات، كلنا عرب وكلنا مسلمين ومصريين. وليله تخيل بقول لك كلنا عرب واحنا اساسا كلنا اخوه في البلد، احنا كلنا مصريين. فاللي بيعملوه على استفزاز الزمالك والجمهور يرد. ما هو طبيعي ان الزملكاوي يرد، ما انت شايفك بتقول عليه الفارس الكذاب. هيقول لك ايه مثلا؟ هيقول لك يا راجل يا فص مثلا، هقول لك يا راجل يا زبديه مثلا، هقول لك يا راجل يا عويسي، يا راجل يا مانجا. ما هيقول لك كده، ده ابسط الامور يعني. ولو قل ادبه الزملكاوي يبقى عنده حق. وانت يعني تستفزه وعايز يقول لك ايه الله يسامحك ويسقف اوه الله يسامحك اوه، هقول لك انت فاهمني. لكن ده عشان ما نسمعكوش بعد كده تقولوا ايه اصل الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه واولاد العم، مفيش الكلام دوت. الله يخليكم وتحسسنا ان انتوا الاخوات وان المشكله فينا احنا، مشكله في جمهور اسماعيلي. ربنا يعينه. نيجي بقى لكابتن محمد احتواء، محمد عادل. تقريبا هو كان ساب ضميره كابتن محمد عادل في كوت ديفوار. راح كوت ديفوار هناك، عمل بطوله كويسه مش وحشه، ورجع تقريبا ناسي الدنيا هناك، ما تفهمش فيه ايه. فاكر دي ضربه الجزاء دي اللي نزلت لك البوست بتاعت مؤمن زكريا، اختها بالملي. الراجل مؤمن زكريا اتكعبل، مش متعمد انه يعرقل حازم امام، لكن بما يرضي الله ضربه جزاء. خلاص هو عرقله متعمد مش متعمد، ضربه جزاء ما اتكلمناش، والتحكيم الاجنبي حسبها. تيجي النهارده كابتن محمد عادل او ميسي احتواء بالفار بتاعه، لا اعمى لا ارى لا اسمع لا اتكلم، مش موجودين يا معلم. ما شفناش حاجه. بيسالوه بين الشوطين بقى ايه ما حصلش ليه؟ قال له صدوا له ولاد عم، فاهم ازاي؟ والاسماعيلي قال له إيه؟ انا اسمي الحقيقي دانيال. ده فيلم ولاد العم بتاع شريف منير، ده مش ماتش. دي ضربه جزاء رسمي للاسماعيلي. لكن نتمنى حد يسيطر بقى من مجلس اداره النادي الاسماعيلي على الجمهور بتاعه بما يرضي الله. عشان اديك سمعت الهتافات اهو، كم مره المخرج يقطع الصوت بتاع الجمهور، كم مره. وبامانه احنا شايفين ان جمهور الزمالك بيشجعوا مع حاله، ما احنا ما سمعناش حاجه. اللي بنسمعه في الشتايم بيبدا بيه جمهور الاسماعيلي. زي ما قلت لك ده مش دفاعا عن حد، انا لا ده يفرق معايا ولا ده يفرق معايا. انا يفرق معايا انا قاعد مبسوط ان في جمهور، فنفسي الاستاد ده يتملي على اخره، ونفسي اروح العب هناك والله يا ابني، نفسي اروح اديك هناك اربعات وخمسات تاني. بس انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فنتمنى حد من مجلس اداره الاسماعيلي يطلع يكلم الجمهور بتاعه، شجع وامسك شماريخ يا سيدي وافرح واتبسط، ما عندناش اي مشكله. لكن الشغل بقى اوه العلقه بره دي، الفار في منطقته اسد، فما تعملش دكر وفي ناس جايه لك ضيوف. مهما كان العدد بتاع جمهور الزمالك او جمهور الاهلي اللي يروح الاسماعيليه، اكيد مش بعدد. مش عايز اقول شعب اسماعيليه لان كلنا شعب مصر، كلنا يا مرضى نفسيين مصريين. الله يهديكم. فنتمنى حد يشوف حل دوت، ما نسمعش بقى تاني العيال الصغيره بقى مواليد الالفينات ده و2008. ما اسمعكش يا تخش تكتب لنا كده عندي ولا عند اي حد اهلاوي هو الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه، عرفت؟ لا سمعتوا ما بيغنوا لك اوه العلقه بره، انا ممكن اجيبها لك بقى ايه، اعمل لك اغنيه عندي مش الماتش ده من زمان. ده الهتاف بتاع جمهور الاسماعيلي دايما لما احنا كاهلاويه وكزملكاويه بنروح نلعب هناك. احنا الاثنين بنروح نلعب هناك بنسمع الهتاف دوت، وبيعملوا كوره على ناس جايه بلدهم. نتمنى ربنا يهدي والناس الكبيره في الجمهور بتاعت الاسماعيلي تكلم الناس. العيال الصغيره دي عيب تقف تعمل البق ده، دي ناس جايه بلدك اكرمنا بشويه مانجا فص احنا وبتوع الزمالك. ما تبقاش الزمالك بقى ادينا شويه مانجا واحنا ماشيين كده، ما تبقاش جايين ضيوف عندك وتقف تشتمنا وتقول قولوا علقه بره وتحدفوا الناس بطوب وبتاع وتزقلوا القطر بالطوب. ما تزقلوناش بالطوب يعني انت وهو. ربنا يعديها على خير من ولاد العم دول وميسي احتواء نشوف هيعمل ايه. خلص الماتش.
خلص الماتش بعد الصفقات وعبد الله وهوبا وناصر اسطوره وبنوره وفنوره. لكن زي ما بقول لك كابتن محمد عادل ربنا يعينك على نفسك ويعين عليك بأمانة ربنا. لحد كده عشان بس اختصر لك، انا دايما اقول لك المدرب اديله مش اقل من 10 ماتشات لازم يكونوا مختلفين مع فرق في القاع كده زي مع بعضيهم، زمالك واسماعيلي، يلعب في افريقيا بره ارضه وداخل ارضه عشان تحكم عليه. لكن بدايته ارقامه هو جاي بيها ارقام سيئه تسد النفس. بدايته انا بقول لك غير مبشره. الراجل ده عمره قصير في الزمالك، لو كمل لنهايه الموسم يبقى كويس. على ما اعتقد ممكن على الموسم الجديد الراجل ده يمشي ما يكملش. لحد كده كويس، وباذن واحد احد ان شاء الله ربنا يديم عليهم نعمه. سلام.